ناحية فقه أهل البيت عليهم السلام والإمام الصادق سلام الله عليه. وعندي سؤال بالنسبة للإمام الحجة سلام الله عليه محمد المهدي، يعني أثناء خروجه هل تكون السنة التي يخرج فيها، طبعا نحن قرأنا كثيرا، فهل تكون السنة يعني فردية باعتبار أن الأحداث الأدلة تكون أنها فردية، فهل تكون فردية أم زوجية؟ نعم. كما هو موضح من ناحية الأستاذ الشيخ علي الكوراني. نعم. وبالنسبة للصيام، بالنسبة للصيام هل صيام رمضان في يوم الشك، هل صيام رمضان في يوم الشك ما هي حكمه؟ ما هو حكمه؟ نعم. ما هو حكمه؟ نعم. بالنسبة لو سمحت بالنسبة للسيرة النبوية، بالنسبة للسيرة النبوية الشيخ اليعقوبي، الشيخ محمد اليعقوبي، التاريخ اليعقوبي، هل هو سني أم شيعي؟ نعم. ونقولكم مشكورين بارك الله فيكم، ونحن مستقبلين الشرف بتبتنا على ولاية محمد ونسألكم الدعاء من حرم الإمام الحسين، لو سمحت نسألكم الدعاء من حرم الإمام الحسين. نعم، نسألكم دعاء كذلك أخي العزيز من ليبيا، وفقكم الله لكل خير وثبتكم على ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام. تسمع الإجابة إن شاء الله بعد خير. نعم سيدنا، نأخذ الأسئلة الخاصة بأخ محمد. سؤال عن صلاة الاستسقاء وسؤال عن الصيام، وسؤالين إذا تسمحوا لنا، سؤال عن الإمام الحجة عليه السلام. أخ محمد من ليبيا، برنامج مباشر موجود على قناة كربلاء الفضائية يوم الثلاثاء الساعة 9 مساء خاص بالإمام عليه السلام، وممكن اتصال بالبرنامج، والسؤال مطروح على سيد وهو أدرى بالإجابة. كما نوهنا سابقا البرنامج خاص بالأحكام الشرعية. وسؤالكم الآخر عن التاريخ، عن تاريخ اليعقوبي سيدنا، الإجابة عندكم. ما يتعلق بصلاة الاستسقاء أخي الكريم بارك الله فيك، فهي من الصلوات المستحبة، وربما في بلادكم تحتاجون إلى مثل هذه الأعمال العبادية باعتبار حالات القحط التي تحصل أعانكم الله، وبالتالي يمكن للإنسان أن يخرج إلى مكان خارج المدينة ونفض الصحراء، ويكون في حال من التضرع والتذلل لله سبحانه وتعالى، ويطلب من الله عز وجل أن يكشف ما به وبالأمة من حالة القحط التي حصلت، وهي ركعتان. طبعا هناك حديث يسبق ذلك يلحق ذلك. أصل الحالة بما هي طبعا يمكن أن تصلى أيضا جماعة، فهو عمل مستحب. هذه القضية المهمة. أما إن شئت أن تكون هناك حالة معينة، هذا إن شاء الله إذا صار فاصل نقرأ لك رواية بعد ذلك حتى أتقيد بالنص إن شاء الله. بعد الفاصل نقرأ لك رواية. سيدنا نرجع للأسئلة. أول سؤال، أول متصل كان محمد من ليبيا، أخذنا صلاة الاستسقاء. السؤال الثاني كان عن الإمام الحجة، وأنا نوهت أنه أكو برامج خاصة والأمر متروك لكم إذا تسمحون. كان نحتاج أن نقرأ له رواية حول صلاة الاستسقاء. نعم. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول بأن صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد، يقرأ فيها ويكبر فيها كما يقرأ ويكبر في صلاة العيد. وهناك آداب معينة يلتزمها الإنسان عندما يريد أن يخرج، لا سيما أنها تصلى جماعة. يخرج الإمام فيبرز إلى مكان نظيف بسكينة ووقار وخشوع ومسكنة، ويبرز معه الناس فيحمد الله ويمجده ويثني عليه ويجتهد في الدعاء، ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير، ويصلي مثل صلاة العيدين بدعاء ومسألة واجتهاد. فإذا سلم الإمام قلب ثوبه وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على الأيسر، والذي على المنكب الأيمن على الأيسر على الأيسر على الأيمن، والذي على المنكب الأيمن على الأيسر، فإن النبي صلى الله عليه وآله كذلك صنع. فإذا أخي العزيز بارك الله فيك، هذه رواية واحدة لتكون لك
النظر عن التفاصيل ما يمكن الآن أن يطبق، أنا أعرف ربكم كيف يمكن، لكنه على العموم تكون الحالة التي يخرج فيها الإنسان لأداء هذه الصلاة لابد أن تكون حالة من الخشوع لله عز وجل والتضرع، لأنه دائما عندما تمنع السماء قطرها يعني المطر لا ينزل، إنما هو جرس تنبيه وعلامة أن هناك حالات حصلت من التجاوز، ولا سيما كما ورد في بعض الروايات أن هذه الحالة تكون مرتبطة بعدم دفع الواجب المالي الذي فرضه الله سبحانه وتعالى في أموال العباد. وأيضا أحيانا تكون هناك بعض التصرفات السيئة في المجتمع نتيجتها تكون منع السماء للمطر، فإذا هي ركعتان إذا أمكن بحالة جماعية لا بأس، لكن حيث أن ظرفكم هذا الذي ذكرته بلحاظ أن ظرفكم ربما لا يسمح أن تكونوا حالة عامة جماعية، فأنت تريد أن تفعل ذلك عليك أن تنقطع إلى الله سبحانه وتعالى، تصلي ركعتين بحال من التذلل والخشوع وتدعو الله عز وجل بأن يمنحكم من فضله وأن يمطر السماء عليكم إن شاء الله. الله يستجيب للذي يقبل عليه بالدعاء. بسؤال الأخ محمد حول سنة خروج الإمام عجل الله فرجه الشريف، ذلك من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، وما يذكر في بعض الروايات عن بعض المصادر التي نقلت عنها إنما هي تبقى بالأخير أمور ظنية، نحن لا يمكن أن نوقت ولا نحدد، وتفاصيل ذلك كما نوع الأخ المقدم هناك برنامج خاص. نعم. أما ما يتعلق بصوم يوم الشك، صوم يوم الشك إذا كنت تشك أن هذا من شهر رمضان إذا في البداية فعندئذ لا يمكنك أن تنوي على أنه صوم شهر رمضان، لأنه في مثل ذلك لا دليل لديك على أنه فعلا دخل شهر رمضان، فأنت في هذا اليوم يمكنك أنك تصوم من شعبان مستحب، أو إذا كان لديك قضاء تنوي عما بذمتك، فإذا تبين إلى قبل الظهر أنه فعلا هذا أول يوم شهر رمضان تعدل بنيتك إلى صوم شهر رمضان، وإذا لم يتبين شيء وكان في الواقع هو من شهر رمضان فقد أجزأك عن شهر رمضان، وذاك القضاء الذي عندك كنت تقضيه بعد ذلك. وإذا لم يتبين وكان إلى آخر النهار على أنه ليس من شهر رمضان فما عندك مشكلة، هذا بالنسبة لأول الشهر. أما الشك إذا كان آخر الشهر فحيث أنه إذا ثبتت رؤية الهلال إما في بلدك أو بلد يشترك مع بلدك في جزء من الليل مع إمكانية رؤية فعلا في بلدك لولا المانع والحاجب، فعندئذ إذا ثبتت رؤية الهلال فلا يحق لك أن تصوم لأن هذا يوم عيد، وإذا ما ثبتت فأنت تستصحب شهر رمضان فتصوم على هذا الأساس. أما هذا كتاب التاريخ فالمصادر التاريخية لا يؤخذ فيها أنها هذه لانتماءات مذهبية معينة، وإنما كعب روايات نصوصة إذا كان فيها مخالفة فعندئذ حتى لو كان المصدر من فئة معينة يوافق كرأي وكان الرواية غير موافقة لا يمكن الأخذ بها، فإذا هناك ضوابط علمية ومعايير ثابتة بغض النظر عن مذهب المؤلف أو الجامع، وهذا المؤرخ بغض النظر عن انتمائه لابد ما ينقله إذا كان موافقا لما ينقل في مصادر أخرى يؤخذ به، مع العلم أنه ما ينقله أحيانا لا يوافق، فبالتالي كتب التاريخ هذه المصادر لا تقيم على أساس انتماء أصحابها. نعم.